السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا في رحمن سنتر، أهلا وسهلا بكم. الإزاز بجميع أقسامه من أساسيات جهاز العروسة. طبعا كل قسم بتختلف أهميته من قسم لقسم. على سبيل المثال مثلا كوبايات المية والشاي اللي بتتحط في المطبخية وبيكون الشغل عليها ليل ونهار، دي ما نقدرش نستغنى عنها أبدا. لو جبنا نيش فبرضه بنحتاج إن احنا نجيب كاسات، نجيب طقم خشاف، أو نجيب أي منتج من منتجات الإزاز اللي بتيجي للنيش. القسم اللي زي معانا النهارده دوت قسم بيقولوا مثلا عليه طقم الهديه، اللي هو زي طبق الفاكهه والفازه والبونبونيره، او طقم الكاندي، او الحاجات اللي هي بتكون تحف محطوطه في البيت. دي بتتحط طبعا اول اسبوع، اسبوعين، ثلاثه، شهر، شهرين، ثلاثه بالكتير، وبعد كده بتتشال وتتركن. عشان كده احنا النهارده هنتكلم عن الحاجات ديت، الاسعار الرخيصه فيها او الاسعار الكويسه فيها، الحاجات اللي شكلها كويس بس سعرها بسيط. نبدأ كده مع بعض بأطباق الفاكهة. لو بصينا أطباق الفاكهة، ده طبق فاكهة مصري سعره 160 جنيه. لو بصينا كده، طبعا لو احنا هنشتري ازاز مصري نحاول دايما ان احنا نشتري الازاز المزخرف، يعني الازاز مش اللي هو حتة واحدة. نجيب مثلا حاجة تكون فيها مضلعة زي كده. تمام. ليه؟ لان جودة الازاز طبعا في ازاز مصري جودته كويسة، بس مهما كانت جودة الازاز المصري فبتكون برضو ضعيفة شوية. فعشان كده لازم تجيب، او يعني يفضل ان انت تجيب الازاز المزخرف زي كده، ما بيبانش فيه جودة الازاز. وسعره يعني المربع ده سعره 170، زي ما حضراتكم كده شايفين. ادي ده طبق فاكهة. بيكون برضو عندنا زي ما قلت لكم ان انت في الازاز تميل ناحية المزخرف شوية يعني، او اللي فيه شغل اهو. زي ما حضراتكم كده شايفين، في شغل ما بيبانش فيه جودة الازاز. وسعره برضو 160 جنيه، يعني سعره هادي بالنسبة لأطباق الفاكهة الموجودة دلوقتي، وشكله شيك برضو جدا، شكله روعة. برضو عشان ما نطولش عليكم، بيكون مثلا معانا الفازات. فازة مثلا زي دي، فازة صغيرة وبسيطة، شكلها جميل قوي اهي. سعرها 99 جنيه. ديت تقليد لشغل كريستال. الفازة دي تقليد لشغل كريستال. عندك برضو فازة زي كده، سعرها 99 جنيه. فقلنا لكم وانت بتجيب الازاز المصري تحاول تجيب الازاز اللي فيه شغل، يا اما ازاز صافي وكويس زي كده، سعرها 45 جنيه فازة. ديت برضو ازازها صافي وكويس، يعني مش ضايع يعني، ولا ملون ولا رايح يعني كده. ادي دي فازة سعرها 45 جنيه. لو بصينا مثلا على البونبونيرات، فبيكون عندي بونبونيرة زي دي سعرها 65 جنيه. بونبونيرة زي دي سعرها 65 جنيه. ده بالنسبة لأسعار البونبونيرات، فدي حاجة يعني ايه كويسة جدا. لو بصينا ادي الحجم بتاعها كبير، هي اصلا زينة كويسة. ما يعني مثلا لو بصينا مثلا المرحلة اللي بعد كده بتلاقي البونبونيرة بتخش مثلا في 145 جنيه. حاجة زي كده بتكون سعرها 57 جنيه. ديت حاجة اسمها تمرية، يعني دي برضو بتتحط كده، برضو بتكون زينة، تحط فيها بقى تمر، تحط فيها اي حاجة، تحط فيها 2 توفي، 3 توفي، ملبستين، شوكولاتاية. ودي بيكون سعرها 30 جنيه. برضو شكلها جامد، شكلها كويس. وقلنا الازاز برضو ادي الازاز بتاعها المزخرف. حاجة زي كده ده حاجة اسمه طقم كاندي. يعني ايه طقم كاندي؟ ده طبعا بيبقى ليه غطا، بس احنا عشان نوري حضراتكم بيكون مثلا في المصري برضو حاجات بسيطة. كنا اتكلمنا برضو عن الازاز المصري، حاجات بسيطة زي كده. ده طبعا الغطا هيدري، الغطا هيدري ده. ودوت مش في كل اللطقم، يعني ممكن تلاقي طقم فيه الحتة دي، طقم ما فيهوش. طقم زي كده طقم كاندي ب145 جنيه. ده بيكون الغطا بتاعه طبعا بيمشي هنا اهو. ادي صغير، بيكون 3 احجام. ده بيكون طقم كاندي مصري سعره 180 جنيه. لو بصينا كده فاحنا ممكن نجمع طقم الهدية بسعر قليل، ويكون برضو حاجة موفرة طبعا في الايام ديت والحاجات اللي اسعارها عليت، وان انا اوفر في سعر حاجة زي كده. بعد كده اشتري بالفرق بتاعها اللي انا كنت اشتريه، احطه في طقم حلل، بحيث ان انا ايه
اجيب حاجه جودتها كويسه اللي انا هستخدمها ليل ونهار. اجيب برضو كوبايات الميه والشاي اللي انا هستخدمها دايما تكون جودتها كويسه. انما الحاجات ديت مش محتاج ان انا برضو اغلي فيها، في عرايس بتجيبها في عرايس ما بتجيبهاش. ولا اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.